اليوم باش نحكيو على موضوع موضوع كاسح يعني فهمتني. خلينا نحكي عليه. شفت برشا فيديوهات يعني كيفاش في برشا حوم وفي برشا بلايص يعني كيفاش الشغب واحد ماهوش عنصري. الفيديو داير بيت على العنصرية، الناس الكل كيف بشرة بيضا كحلة حمرا زرقاء أي موضوع. أما إنك مثل الغب والبهيمة يعني في كل بلاصة في تونس. هذا مش معقول يعني إنك تحب تستوطن. يعني برشا توانسة قبلوا يعني ليبيين، قبلوا يعني أفريكان، قبلوا يعني برشا عبيد مخلطين، لكن إنك باش تجي لدولة متاع عبد فهمت. فما اللي ماخذين الأوراق، فما نقولوا نحنا العباد حتى في البلايص الكل معناها نقولوا نحنا توانسة حالين لهم باب وكل شيء. أما إنك مثير باش تولي في بلاد العبد وتحب معناها تقمع البلاد، هذا هو الغلط. فك بلاصتك يعني معناها تنافس انت وياه، خدم انت وياه كل شيء. أما إنك مثير تشغب وعنف وتشوف السكاكن وتشوف في يشومي شوفوا امان، شوفوا طفال صغار يذبوا فينا، شوفوا نراش بكلي بحر الازرق هذا باش نحكي معناها. العبد المحترم يقعد يعني في تونس، والعبد مش محترم يرجع لبلاده. ما حشنيش بيكم معناها فهمتني. انا عايش في الغربة زاد نقولوا نحن محترم بالعباد، محترم ولاد العباد فهمتني، عامل جو فهمت، ما نعملش مشاكل شيء قدري. ما نوصلش نعمل شغب معناها في دول العباد. اوكي ممكن مثل ندافع على حقي بطريقة محترمة بيسهل، وطريقة حسيلو صار برشا جدل في المواضيع. واحد يفهم يحترم يعني روحه ويحترم العباد وكل شيء. هذيك هو المطلوب معناها فهمت. حتى فهم برشا قنوات وبرشا عباد صورت فيديوهات يعني بالحجر وبالسكاكن مواضيع على الحيط فهمت. يعني اكتبوا لنا رايكم انتم شباب، شنو رايكم في الموضوع معناها مزيان اللي قاعد يصير؟ ولا اكيد اغلبية الناس رافضة معناها. فما اوكي نحن مش نحكي على العنصرية جملة وبعد على العنصرية جملة، اما نحكيو انه عبد همشي، عبد ما يحترمش، عبد مريض في مخه، عبد يعني هادي نورمال. حتى تحب تتزوج زوج اعمل شنو تحب. وعرفت عباد قبل منهم وفما اللي يسمح ليهم على الاخر واحترموا رواحهم، وفما اللي يروح ويجي ويقرا وكذا ومرحبا بيه على الاخر. اما كالناس عرفتك تحب تخدم اخدم يعني تدير شكل نقولوا نحنا نعفس وكذا. لا فما شوية احترام. المهم هاي برسيس روحكم شباب، اكتبوا لنا يعني في التعليق شنو رايكم.